درت الفيديو صاحبي اللي درته بصح ما باش بلي حاجه غير قانونيه، لو كان عمل بلي حاجه غير قانونيه ما نديرش فيديو. والبروبليم فيديو ما جاني حتى واحد من الناس، رحت غير انا وهذوك صحابي برك، وبيدي انا فينك بديت 750 اورو. يعني انا وتنصب عليا. خرجوا لي قرار بلي نهار الاحد مهبطين للحبس، دوك انا كنروح للحبس. هذه هي شكون اللي بيها. مام كي الفيديو ما جا حتى واحد من الناس يعني ما كاش ضحيه، بصح القانون الجنائي للاسف ما يشترطش وجود الضحيه باش يدير لك العقاب. يعني بمجرد انك تخالف قاعده جنائيه ولا ترتكب مخالفه ولا جنحه تقوم الجريمه كامله. يعني مثلا نعطيك مثال باش تفهمني، كي تحرق ستوب ويحكموك يديروا لك بروسي، ما قصت حتى واحد، تسمى ما كاش اضرار بصح يديروا لك بروسي لانك حرقت ستوب كيما نقولوا. مثلا هذا مثال. انا كانكم هابطين للحبس. هذا شحال يرفدوها الناس، شحال يعيطوا الناس حاشاكم الحيبوسه تاعكم شي انا ربي انا ما كاينش اللي يرميها لها. انا يما عندها لا طونسيون، عندها الاعصاب. ما كي كنت صغير هي تكفلت بيا جابتني رباتني، دوكا انا اللي متكفل بها. انا اللي كيما يقول لك ما نقدرش نعيش بلا بها يما. دوكا هي ناس هذه المراه اللي ما راح نخليها، وما نجي نخليها في دار باب الكواغاطو كان في فوضاوي وما كاش الامان. بزاف صعيبه سيتواسيون هادي. يعني ما عنده حتى واحد من غيره هو، حاشاكم قال لك الحيبوسه تاعها لو كان ما يرميهاش هو ما كاش اللي يرميها صح. ان شاء الله نتمناو هاد الحاجات في القانون الجزائري يسموهم الظروف المخففه. يعني كاين حالات وين القاضي يمد حكم رحيم. علاش؟ لانه كاين ظروف مخففه للعقوبه ولا للجريمه اللي دارها السيد هذاك، انه هو كافي الام ديالو الواحد، يما ما عندهاش عليه من تكا ابار هو، والجرم تاعو مادام ما كاش ضحايا يعني تقدر تكون له تنقص له تعاونوا بالك. انا ما نعرفوش السيد هذايا وما حش نهضر عليه، حنهضر على الحادثه تاع ما عندهاش شكون يكفلها ابار وليدها. هاد العفسه قاصتني بالك وبالك، راني حاب نشوف حل وتعليق قانوني عليها. تبع الفيديو دوك نفهمو. سي بور سون نقولكم توجور لازم تعرف حقك، لانه صعيب بزاف انك تعرف عفسه قانونيه وعفسه غير قانونيه. كي تعرف عفسه غير قانونيه مستحيل تتجرأ تديرها.